السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. احنا دلوقتي واقفين على طريق المطار، واللي في وشنا دي منطقة الكوثر. نتحرك كده بسم الله، نتمشى لحد ميدان اكا، واحنا مع بعض في جولة جديدة من جولات محطتنا المعتادة، محطة الغردقة. اهلا وسهلا بيكم. على يميننا منطقة الكوثر، وعلى شمالنا المطار، مطار الغردقة الدولي. منطقة الكوثر دي لحد سنة 2005 ما كانش في حاجة اسمها الكوثر ولا الممشى السياحي، كانت جبل صحراء. من أول 2006 بدأنا نسمع عن الكوثر، والناس بدأت تشتري أراضي في الكوثر وتبني العماير اللي حضراتكم شايفينها، وبدأت تتنشأ منطقة الكوثر. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الدرس المستفاد ان اللي كان قدامك زمان وكان في ايدك تشتريه النهارده ما عادش موجود. فتعلم درس في موضوع ان انت عايز تحافظ على فلوسك، عايز تستثمر، حتى لو هتشتري شقة سكنية النهارده في حاجة قدامك شايف ان سعرها مناسب، نفذ فيها على طول. على يميننا مجمع البنوك اللي موجود في منطقة الكوثر، بنك القاهرة، بنك السي اي بي، البنك الاهلي، بنك مصر، بنك ابو ظبي، بنك كيو ان بي قطري. اللي جاي على يميننا ده برضو الكوثر الجديد، يبقى الكوثر القديم والكوثر الجديد في وش بعض على طول. دي منطقة الكوثر الجديد على يميننا. على شمالنا مفيش حاجة غير مطار الغردقة الدولي. الكوثر الجديد بعد ما الكوثر القديم خلصت وشطبت اراضي، بدأ المطورين والمستثمرين يدخلوا على الكوثر الجديد. والكوثر الجديد النهارده لو جيت تدور على ارض فيها للبيع، يعني ممكن يكونوا ارضين او ثلاثة لسه متاحين للبيع. جنب الكوثر الجديد على طول مبارك 5. مبارك 5 برضو انشأت في 2005 2006 وتم تسليمها للأهالي 2006. العماير الحكومية اللي في وش حضراتكم، احنا بنقول هي عماير حكومية لأن مجلس المدينة زمان تمام هو اللي بنى منها جزء، وشركة أبو النصر بانية منها جزء، هي ومبارك ايه 2. كان التقديم على الشقق دي زمان في 2005 كنت بتقدم ب 5000 جنيه، والدولة بتقسط لك كل شهر 180 جنيه. انما هي اصبحت النهارده ملك الاهالي. بس احنا بنقول عليها عماير حكومية. يبقى الكوثر القديم والكوثر الجديد مبارك 5 جنب بعض على طول في وش المطار الغردقة الدولي مباشرة. هنا اعمال التطوير شغاله على الشمال اهو. كده امتداد مبارك 5، يعني مبارك 5 عدت جنبها على طول امتداد مبارك 5، وامتداد مبارك 5 مجموعه عماير صف اول فقط. اللي زهقان من الزحام في بلده ومش طايق يعيش في الزحام، الغردقة هي علاجك النفسي.
احلى ما يميز البلد دي الهدوء، وان هي بلد هاديه مش زحمه، لان في ناس كتير ما بتستحملش الزحمه. بعد مباراة 5 في هنا ملاهي للاطفال. بعد امتداد مبارك 5 احنا داخلين كده على مبارك 8. نفس شكل العماير اللي في مبارك 5 وامتداد مبارك 5 هي شكل واحد. دي كده مبارك 8 برضو كانت عماير حكومية واتبنت في التوقيت ده 2005 2006. دي مبارك 8. انا باخد لك الجولة من الكوثر طريق المطار. احنا دلوقتي ماشيين في طريق المطار، تمام؟ بشرح المناطق اللي على يمينك من اول الكوثر الى ميدان السقالة وميدان اكا. كده احنا خلصنا مبارك 8. هنلاقي على الشمال مجموعة عماير اتحاد ملاك، عماير اهالي. هيقابلنا على الشمال هنا برضو مستشفى رويال من المستشفيات القديمة الخاصة المشهورة في الغردقة. شركة المية على يميننا اهي بعد مبارك 8. دي شركة مياه الغردقة. دي الشركة اللي بتسقينا بنشرب منها المية. او رافع مياه الشرب الرئيسي بالغردقة شركة المية. جنبها على طول بعدها على طول بعد السور ده هتلاقي مدرسة خاصة من اقدم المدارس الخاصة في الغردقة، مدرسة عريقة اسمها مدرسة رجاك. للناس اللي بيسألون عن المدارس الخاصة في الغردقة، مدرسة رجاك على يميننا. على شمالنا هنا هنلاقي مجلس مدينة الغردقة حي جنوب. انت عندك في الغردقة ثلاث فروع مجلس. المجلس الرئيسي اللي موجود في ميدان عبد المنعم رياض بجوار محكمة الغردقة. هنا حي جنوب الغردقة مجلس مدينة. وفي الأحياء حي شمال الغردقة مجلس مدينة، لأن ما شاء الله البلد كبرت عن زمان. احنا كده داخلين على ميدان اكا وميدان السقالة. ده كده في وسط البلد، وبداية شارع شيراتون بتبدأ من ميدان السقالة اللي احنا داخلين عليه دلوقتي. بس هيقابلنا قبل ميدان السقالة ميدان اكا اللي احنا صورناه، هتلاقوا فيديو بتكلم فيه عن ميدان اكا في القناة عندنا. مدرسة حكومية، مدارس الحكومي، مدرسة النهضة دي مدرسة حكومية. مدرسة النهضة حاصلة على التميز المدرسي والاعتماد التربوي وجودة التعليم، ومدرسة داعمة. الناس برضو اللي بيسألوني عن المدارس
حكوميه، بلد فيها مدارس حكوميه، مدارس خاصه، انترناشونال، مدارس دوليه، اللي انت عاوزه موجود في الغردقه. حسب امكانياتك بتعيش، مفيش عيب في كده. شارع المدارس عملنا منه برضو فيديو على يميننا اهو، بدايه شارع المدارس على اليمين اهو، ده بدايه شارع المدارس اللي منه بتفرع شارع شيري وتطلع منه على الهضبه. احنا كده داخلين على ميدان اكا. اعرف ميدان اكا في نص الميدان مسله، والمبنى النبيتي ده كان زمان في التسعينات شغال سوق حره. هو اتسمى الميدان باسم المبنى ده اللي هو الطوبي ده، اكا للاسواق الحره. المبنى ده يا جماعه لو دخلته من جوه لحد النهارده، هو طبعا موقوف بقاله سنين كتير، اكتر من 15 سنه 18 سنه، اسانسيرات، وكان مكيف وكان شغال ممتاز جدا في التسعينات. مش عارفين ايه السبب ان هو واقف يعني. فده ميدان اكا، وفي وسط الميدان هتلاقي المسله الفرعونيه. ده ميدان اكا. طلعنا من ميدان اكا، بينه وبين ميدان السقاله بالظبط 100 متر. داخلين على ميدان السقاله وبدايه شارع شيراتون. ميدان السقاله دي عاصمه البلد، اقدم مكان في الغردقه ميدان السقاله وقريه الصيادين، ومنه بيتفرع شارع شيراتون، ومنه جنبه مسجد المينا وحلقه السمك والمارينا، مارينا الغردقه، والكورنيش، قريه عربي او طريق كورنيش. انت كده في اقدم مكان في البلد، ميدان السقاله ومنطقه السقاله. الاشاره حمراء، لازم نقف احتراما لقواعد المرور. ماليش دعوه، اللي يعدي يعدي، انا مسؤول عن نفسي. بص اهو، رجل المرور بياخدوا مخالفات اهو. بص اهو، ما شاء الله، العربيتين اللي عدوا. هي الاشاره مديالك احمر، اقف. ما فرقتش معاك في 30 ثانيه يعني. وبكده تكون جولتنا انتهت النهارده. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.